السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض ميني بان كيك بطريقة سهلة وبسيطة وبكوباية دقيق بس وبيضاية. عملنا الكمية الحلوة دي، وتقدري بقى تزينيه بأي صوصات عندك، أو تقدري كمان تقدميه مع العسل، بيكون حلو جدا جدا. وقد ايه بقى الأولاد بيحبوا بقى الحاجات ديت لما تعملها لهم بقى في البيت. وطبعا الحاجة بقت غالية بره جدا، لازم بقى دلوقتي نعمل لهم كده كل حاجة في البيت، بتكون طبعا أنظف وأوفر بكتير. شايفين شكله عامل ازاي؟ وقبل ما ندخل على الطريقة، ياريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نسمي الله صلى على الرسول ونشوف مقاديرنا ايه. أول حاجة عندي هنا بيضة بدرجة حرارة المطبخ، عندي كمان 3 معالق سكر، عندي معلقة خل، عندي كمان فانيليا. هقلب بقى السكر مع البيضة مع معلقة الخل والفانيليا كويس لحد كده ما ادوب السكر كويس بالشكل ده كده اهو يا جماعة. شايفين؟ مفيش بقى ابسط ولا اسهل من كده مكونات، وان شاء الله تكون موجودة عندك في البيت. عندي كمان كوباية الا ربع من الحليب، وعندي كمان معلقتين زبدة، ممكن تحطيهم معلقتين زيت براحتك خالص. هقلب برضو كده المكونات كلها مع بعض بالشكل ده كده اهو يا جماعة. وبعد كده بقى عندي هنا كوباية دقيق، هنزل بيها كده بالشكل ده كده. وكده خلصنا كل المكونات بتاعتنا خلاص. اخر حاجة هحطها بقى معلقة من البيكنج باودر، وهخلط بقى الدقيق مع البيكنج باودر مع المواد السائلة بالشكل ده كده اهو يا جماعة، لحد طبعا ما الدقيق بتاعنا يختفي تماما وما يبقاش فيه اي تكتلات خالص بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي. قلب بقى كويس كويس بالشكل ده كده. وطبعا لو حابه بقى في المرحله دي تضيفي كل الحاجات كده في الخلاط وتضربيهم، هيكون اسهل برضو، بس انا استسهلت كده يعني وضربت كله بالمضرب العادي. بعد كده بقى هصفيه علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. مهم جدا ان انت تصفي الخليط بتاعك كده علشان يبقى ناعم معاكي كده وما يبقاش فيه اي تكتلات. هصفيه بقى كويس بالشكل ده كده اهو. وبعد كده بقى خلاص هيكون جاهز معايا، وكده القوام بتاعه اهو يا جماعة. شايفين بقى؟ بعد كده عندي هنا ازازة بتاعت الكاتشب، هفضي بقى فيها الخليط بتاعنا علشان يسهل عليا بقى وانا بحطه بقى على البوتاجاز. بعد كده بقى هروح بقى على البوتاجاز، عندي هنا طاسة سخنة، همسح كده المنديل مسحة زيت، وامسح الطاسة بتاعتي بالشكل ده كده اهو يا جماعة. واهم حاجة برضو ان الطاسة تكون مش بتلزق. هنزل بقى بالعجينة بالشكل ده كده اهو يا جماعة، عجينة البانكيك. وطبعا لو ما عندكيش الازازة دي ممكن تحط كده بالمعلقة شوية صغيرين بشوية صغيرين، والنار بتكون هادية علشان طبعا بياخد لون بسرعة. هستنى بس لما ياخد كده لون. شايفين؟ عمل كده فقاقيع كده من على الوش. هبدأ بقى اقلبه بالشكل ده كده، وطبعا ما بياخدش اي وقت خالص على النار، بسرعة بتلاقيه استوى معاكي. يا دوبك بس ياخد كده تشميعة من على الناحية التانية، وبعد كده بخرجه على طول. شايفين بقى يا جماعة كده اهو خلاص. هبدأ بقى اطلعه كده من الطاسة بتاعتنا بالشكل ده. بيكون كده شكله. وبرده المرة التانية همسح كده الطاسة بتاعتي بمسحة زيت، وهبدأ برضو اعمل كده زي ما عملنا المرة اللي فاتت. وزي ما قلتلك الموضوع سهل جدا، ما خدش مننا اي وقت خالص يا جماعة. مش بنسيبه بقى يخمر، ولا عجينة بتخمر ولا بتعجني ولا اي حاجة. حاجة كده بسيطة وسهلة وسريعة، وطبعا الاولاد بقى بيحبوا الكلام ده كله.
يا دوبك كده بتعمل كده فقاقيع كده، ابدا بقى اقلبها على الناحيه التانية بالشكل ده كده اهو. شايفين؟ زي ما قلت لك ما بتاخدش وقت معانا خالص. وطبعا بقى هخلص الكميه كلها بنفس الطريقه. هبدا بقى اخرج بالشكل ده كده. كده خلاص هخلص بقى انا الكميه كلها بنفس الطريقه، ونشوفهم مع بعض عاملين ازاي. شايفين بقى يا جماعه خلصت الكميه كلها، عملت لي يعني شايفين كوبايه الدقيق عملت لي كميه قد ايه. بعد كده بقى كان عندي هنا صوص شوكولاته، بدات كده ازين بيه. ممكن عندك نوتيلا، عندك صوص شوكولاته ابيض، وتلونيه كده باي لون المتاح عندك استخدميه. وطبعا بيبقى جميل جدا مع العسل، لو قدمتيه بقى كده جنبيه العسل كده بيبقى جميل جدا جدا. يا رب بقى تجربيه ويعجبك. ولو طبعا الوصفة عجبتك ياريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. شايفين شكله حلو ازاي؟ زي ما قلتلك الاولاد بقى بيحبوا الاشكال الحلوة دي. وكده وصفتنا خلصت، اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.